السلام عليكم ومرحبا بكم. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه ان شاء الله وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. اليوم غنحضر معكم اسهل واسرع والذ وزاتي او حلوه اللي كتجي لذيذه بزاف، بلا زبده بلا دقيق ابيض ولا سميده رقيقه، بمكونات اللي بسيطه واقتصاديه. دابا ندوزو مع المقادير وطريقه التحضير على بركه الله. في هذا الاناء عندي 2 بيضات، نصف كأس سنيدة، عندي واحد قشور ديال الليمونه، تقدروا تعوضوها بقشور الحامض اولا الفاني، لكم الاختيار. غدا نضيف نصف كأس زيت نباتيه، وغدا نضيف عصير ديال هذيك الليمونه اللي حكيتها عصرتها، تقريبا خرجت لي واحد كاس لاروب ديال العصير ديال الليمون. صافي غدا نضيف هذاك الليمون على باقي المكونات ونخلط جيدا حتى نحصل على قوام اللي كيكون متجانس. كيف ما شفتوا معي اخواتي، هادو هما المقادير، يعني ما فيهاش كثره المقادير، وصراحه كتجي لذيذه بزاف وفي نفس الوقت كتجي مقرمشه ومرمله. صافي دابا غدا نضيف النواشف وهو الدقيق الفين والقمح الصلب. كيف ما كتشوفوا معايا غدا نضيف الكأس الاول، غنضيف كأس ثاني، وغدا نضيف خماره وزن 8 غرام. غدا نخلط جيدا بالخلاط اليدوي، ندخل مزيان هذاك الدقيق القمح الفينو مع السوائل. بهذه الطريقه ضروري انكم تخدموها مزيان اولا بيديكم، حتى هذاك القمح انه خاصو لازم يتشرب باش تجيكم الحلوى، ما تجيكمش مدقسه ولا معجنه في بعد ما طيب. صافي انا ضفت الكأس الثالث كيف ما كتشوفوا معايا. دابا حيدت هذيك الخلاط اليدوي، غادي ندخل غير بالملعقه خشبيه، وانا كندخل هذاك الدقيق بالتدريج حتى نحصل على قوام اللي كيكون ما هوش قابط راسو وما تكونش جاريه بزاف، يعني خاص هاد العجين تبقى شويه كتلتصق في اليدين. انا غادي نضيف دابا الكأس الرابع، ضفت تقريبا كأس الا ربع، بقى لي غير واحد ربع كاس، وغادا نشوف الى تجمعت ليا راني غادا نضيفو، الا ما تجمعتش ليا راني ما غنضيفوش. غير هو ان اخواتي هاد الفينو كيبقى على حسب كل نوعيه. انا بجوج بيضات هزت ليا 4 كيسان ديال الفينو. صافي وانا كندخل مزيان، يعني هذاك الدقيق مزيان يعني في مع السوائل. كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام اللي خاصني نحصل عليه، يعني ما تكونش ناشفه العجينه وما تكونش سائله. صافي خليتها تقريبا نرتاح واحد 10 دقائق. صافي دابا جيت لقيتها انها تشربات. دابا غادي نشكل فيها، شكلتها على شكل كرات عاديه. صافي انا كنمررها في الكوك مباشره بهذا الشكل هذا. ها طريقه اللي هي راه سهله وبسيطه في التحضير ديالها، صدقوني راها كتجي لذيذه بزاف، يعني كتجي هذا واحد المذاق اللي لذيذ بزاف مع داك الليمون وعصير ديال الليمون، كيزيدها واحد الاضافه، واحد المذاق اللي رائع صراحه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا في التعليقات. صافي بعد ما غنشكل كامل غادا ناخذ طابع ديال البطاطا اولا اي طابع عندكم، ماشي بالضروره انكم ترشموها بالمرشم، غير كتزيين فقط. تقدروا تخليوها غير هكا، ماشي بالضروره انكم تطبعوها بالطابع ديال البطاطا. صافي هاد الطابع كنمرو انا في الكوك باش ما يلتصقش ليا العجين فيه. وهاد في هاد الاثناء هادي انا مسخنه الفران على 180 درجه، ضروري خاص يكون فران سخون مسبقا. صافي خديت انا هاد الملعقه، خديت القاع ديالها صافي، وغادا ندير حفره الوسط. ديروا غير الاصبع ديالكم، راه حتى هو غيقضي معكم الغرض، يعني ماشي بالضروره ديروا يعني اي حاجه عندكم ديروه، ولكن الاصبع ديالكم حتى هو راه نفس النتيجه غيعطيكم. صافي بعد ما شكلت الحلوه ديالي كامله غادا ندخلها للفران كيف ما قلت لكم على 180 درجه. الفران مشعله عفوا من فوق ومن تحت حتى طيب الحلوه، وغادا نخرجها. بعد ما طابت راه ما كتاخذش منكم الوقت في الطياب، ماشي بحال الدقيق الابيض اللي تقريبا كيهز الوقت اكثر من دقيق القمح، تقريبا ربع ساعه
صافي راها طابت كيف ما كتشوف معايا، كتجي محمرة يعني يعني بالوجوه بجوج، يعني من الفوق ومن التحت. صافي انا كتزيين غادا نعمر هذوك الحفر او هذوك الثقب اللي درتهم انا، غنعمرهم بالمربى ديال المشماش. يستحسن الا كان عندكم المربى ديال الفراوله او ديال الفريز ديروه، راه كيعطيها واحد الجماليه احسن من ديال المشماش. لكم الاختيار، يعني اللي متوفر عندكم ديروه. صافي انا غنستمر كامل بنفس الطريقه، غير هي انا غنضيف في الجوانب سكر كلاصي. صافي يعني درت واحد رشه خفيفه ديال السكر كلاصي غير في كل نصف ديال الحلوى. يعني كنتمنى اخواتي ان الفكره تكون وصلتكم. صراحه كنعتذر على الشرح ديالي، واخا انني ما كنوصلش يكون فكره هي هذيك. نتمنى انكم تقبلوا مني طريقه الشرح، وكنتمنى لكم اخواتي عواشركم مباركه. واكيد اخواتي اللي عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك واشتراك وتعليق، فضلا منكم وليس امرا. ودمتم في امان الله وحفظه، مع السلامه، الى الملتقى ان شاء الله.